وقال لهم بت نبت هنا كاين عطوني فلوسي ونمشي بحالي وما بغا يتنازل على حتى ريال. ونشير بان حافظ عبد الصادق هو لادجوان او المساعد ديال المدرب سابينتو. السي حسناوي انا سابينتو نهضر عليه من المنظور ديالي، انا ما نعطيه حتى ريال، تيسالي الشهر ويمشي بحالو. وان بليس باش نكون صادق مع الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي، الجمهور ديال الرجاء الرياضي كيعرفني انا مزيان، جمهور الرجاء الرياضي ملي كنتكلم معاه. الفريق ديال العصبه ما عندكمش فريق ديال العصبه، باش تكونوا واقعيين، باش تكونوا واقعيين. انا نجي فاس، انا ملي كنجي فاس راه نجي فاس. هذاك المدرب ما ياخذش ريال، ما ياخذوش، يمشي بحالو، خلي تيسالي الشهر ويزيد بحالو. هذاك الساعه بقات امكانيات متاحه. كاين زينبار ما بغاش يرجع، كاين بعض الكلام كيكون زينبار ما بغاش يرجع، وكاين بعض الكلام كيكون الاختيار الوحيد اللي يبقى لفريق الرجاء الرياضي هو محمد فاخر. واش هذا الكلام صحيح ولا خاطئ؟ غنعطيو السي حسناوي الكلمه ونعطيه لنا هو هذاك ما خصوش يدي ريال، ما يديش ريال، ما يديش، لان هذاك السيد ضحك على الرجاء الرياضي ومازال باغي يضحك على الرجاء الرياضي، ولكن الخطا ماشي ديالو، الخطا اللي جابو. تفضل السي حسناوي. أول بداية على المسألة مصطفى ديال آخر خيار هو محمد فخير، هو أكيد أي مصروف مصطفى الرجاء ثق بيا اليوم لو كان يفتحوا يعني ماشي سابينتو بغاو ياخذوا مدرب، القيامة ديال السير الذاتية غادي توصلوا بها. فريق جماهيري بشعبية كبيرة وأي مدرب يتمنى يدرب فرقة من قيمة الرجاء الرياضي. أنا نعطيك مسألة مصطفى راه معطى كنت وصلت بيه، عرفتي قبل اللي تعاقدوا مع سابينتو. وتخيل مدرب كان كيدرب في احد الدوريات يعني ديال شمال افريقيا. شنو قال لاجون ديالو؟ قال لي انا مستعد نفسخ دابا ونمشي ندرب الرجاء. حنا ما نعطيوش الاسم كاع المدرب باش ما يقولوش كنروجوا لشي واحد، انا ما نعطيك هذا علم معطى باش تعرف ان فريق كبير بشعبيه كبيره اي مدرب كيبغي يشتغل معاه. هذه نقطه. وكذلك الاطار الوطني ديال السي محمد فاخر اللي ابن الدار وغير ذلك. اخرى ملي كنا كنقولوا ضد الدار. لا السي حسناوي نعطيك واحد الكلمه ثانيه ونعطيه لك. السي حسناوي شي هاد اللعابه ما يصلح لهم محمد فخير، كون على يقين ما يصلح. دابا مصطفى لما كنت كتقول نهضروا على المدربين كتقول جيريندو لا نعطيك واحد القضيه جيلاني جيريندو فخير. للاسف كاين اللي كيحتقر هاد الولاد هاد الناس، كاين اللي عنده واحد علما ان راه بنفس هاد اللاعبين راه جيناني وبن ونيس وبوشا داروا 3 الانتصارات متتاليه راه بنفس الاسماء، راه ما تزاد حتى حاجه. انا نمشي معاك القضيه ديال سابينتو والحاله ديالو اللي في هذه الاثناء راه مازال اجتماع منعقد في الاكاديمي ديال فريق الرجاء الرياضي، وكنا وضعنا الخبر في الصفحه ديال راديو سبور ماروك، يعني اجتماعات مطوله. قلت يا مصطفى سابينتو غادي يمشي بلا ريال، ثق بيا سابينتو اقسم لك بالله لا تزاقل معاك نهائيا. لا خليه تسالي الشرع حسناوي. مصطفى خايس عليه الشرط وغادي تصيفطو خصك تخلص واحد الباروك. شحال خايس عليه الشرط شحال تعطيه؟ والمهم دير على حساب ما عندكش فريق ديال العصبه الحسناوي صراحه هذه واقع. شوف انا مصطفى متفق معاك في واحد النقطه. شوف انا دابا اصلا الطريقه باش تجي تعاقد مع مدرب ودير معاه شرط جزائي ديال 500 مليون، انا هذا كنعتبره من الاخطاء القاتله. لما كتكون انت رئيس الرجاء ولا هاد الوداد راك كتعرفها مصطفى الضغط اللي في هاد الفراقي، راه تقدر تجيب مدرب مصطفى يدوز معاك شهر وما تكونش النتائج وغيضغط عليك الجمهور وغتضطر تصيفط داك المدرب. اذا ما كنديرش معاك مصطفى هذاك الشرط الجزائي ديال هذه سابقه انا كنسمعها. اللي معروف هو كنجيب مدرب كندير معاك سنه مع امكانيه التمديد لموسم اضافي، وكنديروا واحد الكلوز فيه شهرين و 3 شهور. بغيت نمشي كما داروا مصطفى كما داروا مع زيمباو. بغيت نمشي نعطيوك 3 شهور، بغيت تمشي عطينا 3 شهور، انتهى الكلام. انا هاد باش نجيب مدرب عباد الله وندير معاه كلوز ديال هاد المده، زعما هذا اللي دار هاد العقد ولا خصو يخلصوا صراحه. هذا اللي ورط الفريق هذا الكلوز خصو. واخا انا كنقول راه ماشي المدرب هو المشكل فقط، باش اكيد سابينتو ما صالحش، راه اللعابه كيتشكاو ما صالحش السيد مصطفى راه ما صالح لا شويه لا بزاف. ما نعطيوش التفاصيل، ما نعطيوش الديتاي وشنو كيدير وشنو هذا. راه شي راه كاين اللي كيتكلم على مساله اخرى مصطفى. ودابا تخيل دابا كيفاش بدات الامور ما مقاداش. دابا مني مشى كتعرفوا كاع داك الرحيل ديال داك روزمير وكانوا بغاو يجيبوا مدرب اخر.
سمعوا اللاعبين بانهم بغاو يصيفطوا بن ونيس، مشاو عند الرئيس عادل هاله. دابا شكون هو راس مال ديال اي فرقه؟ راه هما اللعابه. مشاو عند عادل هاله قالوا ودي كنطلبوك، السيد كيخدم معنا، العام اللي فيت كنا مزيانين، كنا الطوب، المعد البدني ما تصيفطوش، خليه راه حنا متفاهمين معاه، كنخدموا، عارف الاحتياجات ديال كل لاعب، والعام اللي فات راه كانت الامور مزيانه وهادي وهادي. قال لهم عادل خليو العاطفه عليكم، خليو الامور العاطفيه، ما تربيوش الكبده على شي واحد، حنا لا قرارات وعندنا كذا وكذا، وغيجي طاقم بداك ديالو مزيان، بغيت تجيب مدرب بالناس اللي معاه، هذاك مساله احترافيه وهذا، ولكن من بعد شنو اللي بان؟ دابا لو كان صابينطو جبتيه وجاب الطاقم ديالو كامل نيت كان كيخدم معاه، غنقولوا اسيدي فعلا هذا مدرب جاب الطاقم ديالو كامل، ميمكنش نعترضوا عليه. ولكن الذي اتضح انك جبتي صابينطو ووليتي كتبريكولي، جبتي معد بدني من لهنا، جبتي هذا من لهنا، جبتي ديال الفيزيوناج من لهنا، مشيتي كتجمع باش اذن هنا حتى اللعابه ما ارتاحوش داك القرار، لان جاو طلبوا منك واحد الطلب انت ما درتيهش. المهم هذيك قرار ديالك. اليوم صابين توصف في الاجتماع، راه الاجتماع بعدا راه بدا بار تليفون، راه بدات الهضره معاه من الهزيمه امام ماميلودي، قال له ما غنمشيش. راه السيد مورا المقابله ضمانيمه وقال لهم انا راه بغيت نبت، انا عندي مشروع ديال عام، تقول لك كيزرع الناس تيزرع الناس زعفران، قال لهم انا عندي مشروع، قال لهم انا عندي مشروع ديال عام. سي حسناوي وتايق في خدمتي. البارح كيهضروا معاه راه وصلوا معاه ل 150,000 دولار، قالوا لي نخلصوا لك 100 3 شهور تقريبا. ما بغاش حسناوي، ما بغاش عياو معاه. اسمع. والمكتب المسير الاعضاء كيقولوا العادل هذا خصو يمشي في حالاته. هنا انا متفق نعطي واحد الراي وهنا متفق معاك فيه، راه ما بغيناش التسرع، راه اكبر خطا يقدر يديروا دابا عادل وغادي يحاسبوا التاريخ هو تمشي تقيل المدرب تحت الضغط ديال الاعضاء اللي معاك في المكتب. الاخوان اللي معاك في المكتب ملي بغاو يضغطوا عليك ما يضغطوش عليك دابا، يضغطوا عليك ملي كنت بغيتي دير داك العقد الكارثي تماك اللي تقولوا ما ديرش داك الكلوز. اما دابا واش غيصيفطوا تخلص الراجل 500 مليون؟ راه عيب، راه ما يمكنش. راه الا ما لقيتوش معاه شي صيغه ومني بغيتو ديروا هادشي ديروه قبل لا تخرج الرازه في العصبه، واخا مازال عندها حدودها قائمه ما تنكروهمش، ولكن مني بغيتو تاخذوا القرار على الاقل قبل ما تكون هذه القيامه الهزائم والتعادلات. دابا اللي عطاه الله عطاه، جبتو عبد الصادق مشاو بيجيبوا بعد ابو شروان، باش يخدم مع صابينطو على التوضيح، لان صابينطو اي واحد بالعقل ما يخدمش معاه، انسان متعجريف ما كيقبلش الراي، ما كيقبلش الملاحظه. وهشام السيد نقول لك بصراحه، هشام ابو شروان ما كيبغيش يكون بارشوك ديال الاخوان الخاويين، ما كيبغيش يجيب يجمع التونيات للمدرب، هو كيقول لك لا انا ما نجيش، ومعروف عليه هادشي في مساره. الا ما نكونش عندي كلمه ونفيد الفرقه ديالي، الا غنجي بقى نتصور حدا مدرب ونتخلص فابور، لا، وانا احترمه على هذا القرار. لا كلمه سي مصطفى. سي حسناوي دابا غير نتفاهموا، واش هذا المدرب انا بالنسبه لي والله ما نعطيه ريال حسناوي، نخليه يجي عبد الصادق يسمعوا على عبد الصادق ويخليه هو بحال المهرج، خليه يجري. انا ما نعطيش ريال ما ياخذوش. علاش؟ غنقول لكم علاش يا اخوان. دابا غنسول الجمهور ديال الراجل اللي كيتفرج فينا الان، وكتعرفوني راني صريح، الراجل ملي كتكون طوب راه كنهزو بها حتى للعلا حتى للعالي، كيما الوداد كيما الجيش كيما البركان وكيما جميع الفرق. واش نتوما عندكم فريق ديال العصبه؟ هذا السؤال اللي خصو يتطرح الان. دابا الرجاء الرياضي خصو يركز على البطوله ديالو، وباش يركز على البطوله ديالو هذا المدرب ما يدي ريال. انا والله نكون رئيس ما نعطيه ريال حسناوي، والله ما نعطيت 150. واش انت عباد الله بالمنطق كتعرف بان عندك نزاعات وعندك بزاف ديال الامور تخلص وانت جيبو دير لي عقد جزائي فيه 500 مليون؟ الله اكبر. واش الناس عندها واحد شويه ديال العقل كتخمم، ولا ما عندهاش شويه ديال العقل ما كتخممش؟ محمد فاخر الناس اللي كيتكلموا عليه ما كندافعش عليه سي محمد فاخر، محمد فاخر لان خدا رزقه، كان من حقه ياخذ رزقه. انا اللي كنعرف حتى حنا هادشي في اوروبا كاين، كتمضي واحد العقد واخا ما تلعبش ماتش تخلص السيد ديالو لا كلوز ديالو، باش ما نمشيوش لمحمد فاخر حيت بغى رزقو نجيو نتهجموا عليه. لا بصح انت كيفاش خدا هو رزقو؟ راه فاخر عاد تكلمت على فاخر. فاخر بعدا ولي الامانه ولي التاريخ، راه قبل ما ياخذ ديك ال 530 كان مشى عند الناس ديال الرجاء باش يلقى واحد الحل عين ديال 100 مليون. قالوا لي ديك الساعه ما عندناش درهم،
ويا حسناوي شوف علاش كنقول انا هادشي جبت انا محمد فاخر باش كندير ليه الاشهار. انا محمد فاخر السي حسناوي راه مدرب راه معروف وداز في الرجاء وداز في المنتخب. انا ما غاديش انا كنظن السي حسناوي بعد اللاعبين ديال الرجاء الرياضي ماشي الخطا فقط في المدرب. اللاعبين ديال الرجاء خصهم السي حسناوي مدرب السي حسناوي اللي كيتكلم اللغه ديالهم واللي يسمعهم الهضره ماشي كلشي اللي يسمعهم الهضره باش السي حسناوي يعرفوا اشنو لابسين واش لابسين توني ديال الرجاء ولا لابسين شي توني اخر. لان ما شاهدنا وما تابعنا وما لاحظنا بان فريق الرجاء الرياضي السي حسناوي كان ضعيف وشبح جدا وفريق ما يقدرش على العصبه. باش نكونوا واقعيين هذا حق وهذا واقع. اللي ما يقبل الكلام اللي خطأت في حقه انا كنطلب المعذره ولكن الواقع هو هذا. الواقع حر. دابا معجزه الرجاء الرياضي ولا بغى يمشي الدور الثاني خصو يربح 3 المباريات. 3 المباريات مع الانتظار لان عندك الجيش الملكي وعندك الساندوس دون احتساب فرق هذاك مانياما راه عند رفيتك بالنقط. كي غدير دابا باش الناس يكون بلاتي احسن من هذاك الكلام الاخر باش الناس يكون واقعي باش الناس مابقاش تحلم اللي كيجي جاب شي كالكوليتريس غير رد لبلاصتها الله يرحم بها الوالدين. راه اللي باين واللي بغى يضحك على شي واحد يضحك على شي واحد. حنا راه شفنا شوف السي حسناوي الرجاء الرياضي سي سا كويزي لا كويزين انترن ديالها خصهم يشوفوا المشكل يتحل والمحيط يتحل. راه السي رضوان الرامي كان معنا وهضر لنا بعض الاشياء اللي هي خطيره داخل الرجاء الرياضي اللي بدا كيهضر على الانتدابات كيديروها اشخاص من داخل المكتب من خارج المكتب ولا يتكلم لنا على كذلك كاين كيسترزق من الرجاء الرياضي. هذا هو النتيجه شناهي هو الاقصاء والنتيجه ديالو هو الانتدابات الفاشله. اذا الله يجازيكم بخير الله يخليكم. انا كنقول الله يخليكم شي هادو الناس اللي كتبغي الرجاء بواحد الشكل اللي هو حقيقي وعندهم الدم ديال الرجاء راه خصو يكونوا رجاله. حيت لما كنتيش راجل سير بحالك.